ازيكم يا جماعة؟ اليوم هحكي لكم حكاية غريبة حقيقية ومليئة بالغموض. قصة فنانة مصرية كانت نجمة في زمنها، اسمها بهيجة المهدي، واسمها الحقيقي هنريت كو. ولدت بهيجة يوم 8 أغسطس سنة 1911 في مدينة الإسكندرية لأسرة يهودية. منذ صغرها كانت تحب الفن والمسرح. كانت شابة طموحة وشغوفة، ولم يكن أحد يتخيل أنها ستصبح نجمة سينمائية مشهورة. في بداياتها رأها المخرج الكبير توجو مزراحي، وقدمها في فيلم شالوم الترجمان مع الفنان شالوم سنة 1935. لكن القصة الحقيقية بدأت عندما تألقت مع الفنان علي الكسار، فقد كونا ثنائيا فنيا مشهورا جدا. الجمهور كان يحب أن يرى بهيجة في دور زوجة الكسار العاشقة والمخلصة، وكانت دائما تحاول حل الصراع بينه وبين والدته زكية إبراهيم، وهذا ما جعل أدوارها مع الكسار من أبرز عناصر أفلامه الكوميدية. تقريبا نصف أعمالها قدمتها معه، وحظيت دائما بدور الزوج. بعد أن تميزت في أفلام علي الكسار، أصبحت بهيجة معروفة بيقظتها وطيبتها وحبها لمن تحب، وكانت دائما تسعى لتقليل الصراعات وتلطيف الأجواء في أفلامه. أهم أدوارها كانت شخصية الزوجة الوفية والمحبة، والتي تسعى لإرجاع التفاهم بين علي ووالدته زكية. وكل دور من أدوارها كان يظهر جمال طبعها وصدق إحساسها، فأصبحت قريبة من قلوب الجمهور. قدمت مع الكسار أفلاما ناجحة مثل الساعة 7، خفير الدرك، سلفني 3 جنيه، وكل فيلم كان يساهم في تعزيز شهرتها وتثبيت موهبتها. ومع النجاح كانت حياتها الشخصية معقدة. في سنة 1940 ابتعدت عن الأضواء، والقليل من الناس يعرف أسباب غيابها، وقد ظلت حياتها حتى فتحت الأسرار لاحقا غامضة ومحاطة بالسم. في أعوامها الأخيرة حصلت تحولات نفسية غامضة، حيث أصبحت تعيش ضغوطا نفسية كبيرة وحدوث صراعات داخلية، حتى وصلت إلى النهاية المأساوية التي أصابت جميع من حولها بصدمة كبيرة. وفي سنة 1974 فقدت بهيجة المهدي عقلها وأصيبت بالجنون، وارتكبت جريمة صادمة بقتل زوجها وابنتها ووالدتها بالرصاص. بعد القبض عليها واكتشاف مرضها، تم نقلها إلى مستشفى للصحة النفسية في كاليفورنيا، وحجزت في عنبر الخطر حتى توفيت سنة 1979.